انت عميل اشتريت حاجه لنفسك، ايه بقى اللي خلاك تدخل في الحته دي؟ يعني انا لو حد جه دواني وي بروتين بقول له دواني خام، ما تدوانيش فليفر. سؤال بقى هنا، اتهمت بالكفر والالحاد يا اخي. ليه الشركات كانت بتبعت لك عشان تعمل دعايه؟ المنتج مشهور الغالي ثمنه فيه. نيجي هنا بقى نقطه مهمه قوي. لو كلمتهم وقلت لهم يا جماعه انا عايز 1 2 3 مش هيوافقوا طبعا. ياتين رقم 1 في المكملات بالنسبه لي لا. طب ما تيجي كده نعلي الليفل وعمل لك تحدي ونشوف خبرتك دي بقى على ارض الواقع. السلام عليكم واهلا بيكم في الحلقه الثانيه من بودكاست من قلب المطبخ. ضيفنا النهارده حد مميز، نجم ولمع بسرعه في مجال المكملات الغذائيه، رغم انه ما بيبيعش اي مكملات اصلا، وده ببساطه لانه بيقدم محتوى مبني على علم، وغير كده بيحلل اي منتج شاكك فيه، وكمان لو مش شاكك فيه. معانا ومعاكم كابتن احمد كندو. يا اخي كتير عليا الكلام ده والله. لا ده اقل حاجه بحقك. عامل ايه يا حبيبي كابتن والله احمد؟ بخير والله. منور انت عامل ايه؟ البودكاست كله. حبيب قلبي والله، انا بارك لك. عاوزك يا كابتن كندو تعرفنا بنفسك في جملتين كده على بشكل سريع. جملتين بس؟ مايك معاك. طيب انا ببساطه اسمي احمد محمد حسن، دي يمكن ما معلومه حدش محدش يعرف ان يعرف. انت اسمك احمد على فكره. انا اسمي احمد محمد حسن، 34 سنه، متجوز، عندي اولاد الحمد لله. ربنا يخليهم. لو هلخص حياتي في اشخاص فممكن الاشخاص دول يبقى البيت ببساطه، والدي، والدتي، اخواتي، ولادي، مراتي، بس ده كندو ببساطه. ده احمد، بلاش كندو، طلع كندو من الحوار دلوقتي. ده احمد ببساطه. تمام. خلينا نسألك سؤال تاني برضو يوضح أكتر. اسال. ناس كتير مش عارفة كابتن كندو ده إيه، هل هو صاحب شركة مكملات؟ هل هو انفلونسر؟ هل هو كوتش؟ ما تعرفنا كده أنت شغال إيه؟ انا ما عنديش شركه مكملات، ده رقم واحد، بس دي تمام. اهم نقطه في الموضوع طبعا كله. طبعا. انا ما عنديش شركه مكملات خالص. فضل من ربنا عليا. انا عندي زي ما نقول كده سلسله جيمات. حلو. ما شاء الله. دي يعني ده المين بتاعي دلوقتي، ده شغلي. في البدايه كنت مدرب عادي خالص. تمام. ربنا كرمني واحده واحده، ما عرفتش ان انا اكون موظف، ما نجحتش في دي خالص، فاضطريت ان انا اسيب الوظيفه واخليني في الحاجه اللي انا بحبها. فكملت في التدريب فتره لغايه ما عرفت ان انا هنجح في الموضوع، تميزت شويه. بعد كده زي اي شاب بدات ان انا ازنق في نفسي شويتين لغايه ما عرفت ان انا ابدا افتح اول برانش ليا. ما شاء الله. تمام. طبعا كان ليا شركاء. مع الوقت الموضوع بدا يتطور وتحسن الحمد لله لغايه ما بقوا 3. تبارك الله، إن شاء الله تبقى زي جولدز بإذن الله. يا رب يا إن رب. شاء الله. عندي شركه استيراد بره مصر، فضل من ربنا عليا برضو. طلعت لان بيزنس مان بقى ده ما شاء الله. ما نقدرش نقول كده، دي كبيره قوي. لان اشتغلت في التخليص فتره كبيره قوي. انا اشتغلت في المينا عندنا في السخنه، انا من السويس، فاشتغلت في مينا السخنه تقريبا ما يقرب من وانا في تانية ثانوي لغايه ما خلصت جامعه ودخلت جيش، وبعد ما خلصت الجيش كمان فما يقرب من 6 7 سنين. فكان عندي نولج وخبره كفايه قوي ان انا ممكن اعمل بزنس، وبرضه مش لوحدي، يعني انا كان معايا شركاء فيه. فانا في الغالب ده البزنس بتاعي، الشركه اللي موجوده بره مصر. وطبعا بسبب الشركه فانا عندي اقامه اصلا بره مصر في دولتين، والجيمات، وعندي شركتين تاني بس دول بقى حاجات هنا في مصر. طب أنا في أهم سؤال بقى، يعني أعتقد برضو الناس عايزة تسأله. يعني أنت أصلا اللي شهرك المكملات، إزاي ما عندكش شركة مكملات؟ أو أنت ما فكرتش حتى إن أنت يبقى عندك شركة مكملات؟ الموضوع بالنسبه لي سهل قوي، تمام. بما ان في شركه وانا ممكن استورد، فالموضوع سهل. بس انا هقول لك على حاجه، كلمتك تبقى مجروحه قوي في لو حاجه أنت تكون عندك. انت شغال صح. فيها، فاهمني؟ مظبوط. فانا ممكن اضحي بمصداقيتي قصاد ان انا اعمل شركه، مع ان ناس كتير قوي من العملاء اصلا في الكومنتات حتى ممكن تلاقي على فيديوهاتي او تلاقيهم بيبعتوا لي برايفت، ما تعمل لنا شركه ودي هتكون البيست سيل. بس مش هتقدر تطلع تقول تمجد في شركتك. لا مش هطلع كمان اقول على آه. حاجه مش حلوه، بالظبط. ودي الاكبر. ما انت هيقول عارف لك انا رايي دايما بيكون يعني في جزء اعتراضي شويه. امم فانا عمري ما هينفع اقول على حد انت مش تمام، هيقول لك بس عشان مصلحتك، صح. عشان تنجح شركتك. مظبوط. ف... فانا شايف ان الموضوع مش هيجي لي منه غير وجع دماغ، هضطر ان انا ما ينفعش اقول رايي بعد كده، فلا وعلي.
فانت ما خلينا في اللي احنا فيه. فتحتش عشان تحتفظ بالحته دي. اكيد مصداقيتي اعلى من ان طبعا دي انا اهم حاجه من المصداقيه وجهه بالنسبه لي نظر انا. هتبقى اعلى من ان انا افتح. ايه اللي هيخليني اكسب من المصداقيه؟ خلي بالك، حتى لو هنتكلم في فلوس، اللي هيخليني اكسب من المصداقيه هيبقى اكتر من اللي هكسبه من الشركه. مظبوط، تفكير فاهمني؟ ممتاز جدا. انا اوريك، بص، عشان دي حاجه من الحاجات القليله. انا مش بعمل ده لاي حد، مش كل الشركات. انا بنقي قوي امم قوي قوي قوي. يعني الحاجه دي مش هينفع نطلعها للكاميرا للاسف، بس انا هوريك انت يعني. اشوفها لوحدي. بص يعني دي شركه ما من ضمن شاء الله، الشركات. معقوله، تبارك الله. بعتين لي شركه ليها اسمها زي ما انت ما ومن شفت اقدم كده، الشركات المكملات في مصر حرفيا وبره مصر كمان. زي ما انت شفت كده، انا ما ردتش اصلا. ليه؟ امم في فتره من الفترات، افريج 9 شهور سنه، كنت اول ما بدات ان انا ابدا احلل منتجات، اه فكنت جايب علبه شخصيه ليا من الشركه دي، وقررت ان انا احللها. وللاسف حللت منها عينتين امم في معملين مختلفين، والنسبه طلعت سيئه جدا. معقوله. مم. فنيجي هنا بقى نقطه مهمه قوي. انا ككندو ممكن اروح اشتري من الشركه دي علبه واستخدمها بشكل شخصي؟ شايف ان انا عمري ما هحط جنيه في الشركه دي، يا فهعمل لها دعايه ازاي؟ مظبوط صح. كده هنا انت بقى ما دي هتشتري دي دي, دي بسببي، المصداقيه، دي ببساطه وانت هتشتري المصداقيه. بسببي. صح. سيبك بقى من المصداقيه امم والفلوس. يا اخي انا هتسأل على ده قدام ربنا. كل عميل هيشتري بسببك انت هتتحاسب عليه. كل جنيه هيتحط هتحاسب عليه. مظبوط. فانا مش حاسس ان انا عارف اثق، حتى لو الشركه دلوقتي ممكن تكون بقت كويسه، اه ممكن تكون عدله. جدا. وانا عارف ان انا طبعا، بص، انا عندي رولز معينه لما باجي اعمل دعايه لحد. حلو. امم انت شركتك مسجله ولا لا؟ بتعبي فين؟ وريني خط من خطوط الانتاج مثلا. انا هشتري المنتج لوحدي من حته انت ما من غير ما تعرفهاش، تبعت لي حاجه. اخدها احللها وبعد كده نبدا نتفق. صح. انت تمام على الشروط دي؟ تمام، يلا بينا يلا بينا. حلو. وابدا اعمل البروسيس دي كلها، واما احس ان انا تمام بقول اه او لا. حلو. طيب انا الشركه دي لو كلمتهم وقلت لهم يا جماعه انا عايز واحد اتنين تلاته، مش هيوافقوا؟ هيوافقوا طبعا، 100% هيوافقوا. امم حلو. ووارد تطلع كويس. ايوه. نرجع للنقطه الاساسيه. طلعت كويسه وكل حاجه، انا ككندو اروح اشتري منهم تاني؟ لا. لا. مش حاسس. يبقى اذا ما سوى لهمش. مش حاسس ليه؟ انا بطلع بقى بره اطار ان انا كندو وان انا اي حد. امم انا بحط نفسي مكان جوه اطار العميل. العميل. هل انا ككندو جبت علبه قبل كده كمستهلك بقى، ولقيتها كأنا مش تمام؟ ككندو كمستهلك، مش كندو اللي شغال معاك. انت هتعرف تدي تاني للشركه دي فرصه تانية؟ حاسس انه لا. يبقى خلاص. يبقى اطلع من الحوار خالص. كويس. ممتاز فهمت جدا، قصدي؟ ممتاز. اعتقد انت جاوبت على السؤال اللي جاي في السؤال ده، بس خلينا نشوف يعني. انا عايز اعرف انت ازاي بدأت في سلسلة التحاليل دي، وايه اللحظة اللي خلتك تقول لا انا لازم اوضح في مجال المكملات الصح من الغلط. يعني انت عميل اشتريت حاجة لنفسك، ايه بقى اللي خلاك تدخل في الحتة دي؟ بص يا صديقي، بسبب شغلي انا، مثلا عشان الشركه اللي موجوده شغل الاستيراد والكلام ده، فانا بعرف كويس جدا ان انا اتواصل مع المصانع بره مصر. آه، ابعت ميلات، تجي لي ميلات، فاللي هو بعرف اتعامل في العموم مع الشركات بره مصر واعرف اوصل له. تمام. تمام. فمن هنا عرفت نقطة، مثلا بداية الموضوع خالص، إن الكرياتين مش موجود. مفيش حاجة اسمها كرياتين أسباني وكرياتين أمريكي والجو اللي إحنا بنسمعه ده. الصيني. مثلا. فما فيش بقى الكلام اللي بيتقال ده. امم ده كان أول فيديو جو فايرل بالنسبة لي، لما طلعت أقول يا جماعة ما فيش اللي أنتوا بتقولوا فيه ده. هما اه شركتين، أو مش شركتين، هما بلدين، ممكن يبقوا ثلاثة بس بالهند مثلا. بس. بس ما فيش أسباني وما فيش أمريكي وما فيش اللي إحنا بنقوله ده. ايوه. هنا من هنا، أما جيت بقى للأسف أساوي بين منتجات بتتباع بأرقام كبيرة قوي، امم ومنتجات مصرية كويسة جدا بتتباع بأقل من نص الرقم، وبقول الاتنين واحد، بل المصري ممكن يكون أحسن. يا نهار أبيض، صدمة. اتهمت بالكفر والإلحاد يا أخي. ما طبيعي. أقسم بالله طبيعي لان اتهمت في بالكفر ناس والإلحاد. شغالة على المستورد فقط، فانت لا، كده ده كده. سيبك من الناس وسيبك من اللي شغالين آه من العملاء نفسهم. هي دي حاجة مرسخة في اذهان العميل المصري، اه الغالي ثمنه فيه.
للاسف دي مقوله سيئه جدا فاهمني؟ جدا جدا. على فكره في فضيحه بانت من فتره كده قريبه ان كل البراندات اللي بتاع الامريكيه اصلا بتصنع في الصين، امم والصين طلعت شرحت اصلا تكلفه الحاجات دي ايه وبقت بتبيعها هي كمان. امم فاهمني؟ فما فيش حاجه اسمها الغالي ثمنه فيه. اعرف الاول كويس قوي المنتج اللي في ايدك ده جاي منين، بتعمل ازاي. في حاجات كتير قوي بتبيع لك فرنشايز، هي بتبيع لك اسم مش بتبيع لك كواليتي. مظبوط. فاهمني؟ امم فمن هنا جت النقطه ان انا ممكن اتكلمت في الموضوع. طيب بعد ما اتكلمت في الموضوع انت ايه اللي خلاك تبدا تحلل؟ ده السؤال اللي جاي، ايه اللي خلاك تكمل في سلسله التحاليل؟ انت شكلك كده قريت الاسئله. والله قريتها شوية. بص يا سيدي، انا في شركه آه كنت حاسس ان هي مش تمام، وحد شهد لها عندي ان هي كويسه جدا. الحد تمام. ده ايه؟ كلاينت عندك حد في لا الشركه؟ حد مقرب مني جدا، شخص مقرب مني صديق جدا يعني؟ من المجال. تمام. شهد لي لا انا شفت بعيني، فده بالنسبه لي زي كندو، بدل ما هو شاف بعينه يبقى انا شفت بعيني. حلو. فبدات ان انا اقول لا خلاص، بدل ما انت بالنسبه لك الدنيا تمام انا بالنسبه لي الدنيا تمام. وللاسف عملت دعايه للشركه دي. امم حلو. بعد فتره ما انا كنت بجرب البروتين بتاعهم، حسيت ان في حاجه غلط، والعلب اللي كانت مبعوتة لي من الشركه دي كانت مبعوتة لي استخدام شخصي، انا اللي بستخدمها. تمام. ثواني، سؤال. مم. هل انت اللي طلبتهم؟ لا لا لا، هم الشركه كانوا بعتنها لك عشان تبقى؟ مبعوتين لي جيفت، يعني حتى لو هديه. اصلا الشركه بتعمل حاجه اقسم سيئه بالله المفترض تبعت لك يعني انضف حاجه. تمام، كمل. دي نقطه تانية بقى. ف فخدت الحاجه، فبدات ان انا في حاجه غلط. انا جربت كل انواع الواي بروتين اللي انت ممكن تتخيلها من زمان جدا، وانا بجرب واي بروتين انا جربتهم خام. يعني انا لو حد جه دواني واي بروتين بقول له دواني خام، ما تدوانيش فليفر. الخام دواني قبل كده ما يتحط على الفليفر والكلام ده كله. خالص. انا جربت خام رز وخام بسله جربت كل انواع الواي بروتين اللي انت ممكن تتخيلها. امم تمام. وجربتهم من غير فليفر خالص. فإلى حد ما عندي خبرة ولو 10% إن أنا ممكن أحس بطعم الواي بروتين في بقي. تمام. ف في حاجة غلط، ده مش واي بروتين ولا سيكونس بتاع واي بروتين، لا، في حاجة ما عجبتنيش. امم ف... فرجعت للشخص ده وقلت له أنا حاسس إن في حاجة غلط. تمام. نعمل إيه؟ نتأكد إزاي؟ حل. من هنا جت النقطة. نحل. طب نحلل فين؟ نحلل فين؟ فضلت أدعبس شوية كده على النت لغاية ما لقيت في الأول خالص كان كيو كاب، مركز البحوث الزراعية. تمام. من كيو كاب عرفت بقية المعامل كلها، خلاص بقى امم الموضوع فتح. امم فبعت الأول لكيو كاب، فما بعتش الشركة دي بس، كان معايا تقريبا 4 شركات تاني في البيت، منهم شركتين كنت أعمل لهم دعاية. حلو. معلش، السؤال بقى هنا، مم. دي بدايتك مع التحاليل. مم. طب ليه الشركات وانت اصلا ما كنتش لسه بتحلل وتعرفت بحته التحاليل، ليه الشركات كانت بتبعت لك عشان تعمل دعايه؟ واحد عنده فولورز الناس مصدقاه وبيتكلم في المكملات انت فعايزين. كنت ساعتها برضو بتتكلم في السبلمنت كنت وكده، خلاص بتكلم في السبلمنت اوريدي بس ده وخلاص ما الموضوع قبل كان بدأ التحاليل يعني. يسمع وليا الحمد لله كان ليا مصداقيتي وليا رأيي، ورأيي لحد ما كان منطقي فكان سديد شوية بالنسبة للناس. ماشي، فاهم. فخدت العينات وبيني وبينك كان في شركة من الشركتين دول كانوا طالبين مني دعاية، وأنا كنت واثق في الشركة جدا امم فوق ما أنت متخيل بقى. وقلت لهم أنا قايل لهم وعلبة برضه بعتينها لي استخدام شخصي، قلت لهم أنا هعمل معاكم لقطة ما اتعملتش مع حد. إيه هي يا كندو؟ قلت لهم أنا هحلل العلبة واطلع اعمل لكم دعايه والفيديو بتاع بالتحاليل. الدعاية هطلع لكم بالتحاليل عشان أثبت إن الشركة كويسة وذات مصداقية وإن الحاجة كويسة. جو هيد يا معلم، عيش. معقوله؟ أقسم بالله. امم تمام. خلاص يا جماعة، تمام تمام. صورت لهم وأنا بعبي العينة وبتاع، وحضرت فلوج كامل بحيث إن ده يا جماعة اللي هيطلع للناس أهو. الفلوج ما كملش على اخر حته. اتصدمت. طب الاربع شركات، 3 3 منهم. 3. حابب تقول اسم الشركه النظيفه اللي فيهم؟ كانت واحدة من اللي أنا نزلتهم الفترة اللي فاتت في التحاليل، لأن أنا تمام. حللتها تاني وطلعت شركة كويسة. وأنت عايز نقول أنا ما عنديش مشكلة، بس عشان ما يتقالكش إنك طب بتعمل لهم دعاية، خلاص، وأنا ماشي. والله ما بيني وبينهم أي حاجة، أي يبقى حاجة بلاش نو، قسما بالله. بلاش نو. بلاش. فالمهم إيه، بعد التحاليل
خلاص انا مستني بقى وعمال اتفق مع الناس يا جماعه وهننزل الفيديو والدنيا تمام 5 ايام يا جماعه التحاليل هتطلع. اوكي، ببص على النتيجه لقيتها ب 42%. يا نهار ابيض. بصيت على العلبه، نيتريشن فاكت اللي مكتوبه على العلبه بتقول ان النسبه دي 80%. الشركه الاولانيه اللي انا كنت شاكك فيها طلعت ب 47%، ودي خلاص ركناها على جنب، انا مم. كده كده كنت شاكك. اوكي، تمام. ولومت الشخص اللي كان بيمدح لي فيها ووريته التحاليل ولومته جدا على الموضوع اللي هو دوت صديق. مم. جدا جدا يعني. من ساعتها قطعت علاقتي بالشركه دي تماما. تمام. الشركه التانية دي اللي كنت متفق عليها للاعلان، لقيت ان نسبه التحاليل 42%. فانا توسمت خير في الشخص اللي كان بيتكلم معايا صاحب الشركه. على فكره الشركه دي اللي انا قلت عليها الفتره الاخيره انها مضروبه، ورحت باعت له التحاليل. اخي انت ممكن تكون بتتغفل، التحاليل اهي. يعني انت استبعدت ان الشخص يكون يعني إن هو طبعا ضاربها، فانت قلت طبعا يمكن من المصنع ده، ممكن ده من اثر الصدمه برضه. لا بص هقول لك على حاجه تانية، كلنا في الاول بنتغفل. كلنا وارد، في صح، الاول في وارد، شغلنا بنتغفل. مظبوط. تمام. وانا شايف انك كان هو يعني شاب صغير بيكتسب خبره ولسه في البدايه وسنه صغير. فوارد يحصل كده. تمام. رحت باعت له التحاليل. اخي انت ممكن تكون بتتغفل، اعرف الدنيا رايحه فين. ليه انا عملت كده وليه ما عملتش في الشركه التانية كده؟ ليه ما بعتش للشركه التانية تحاليل صاحبها؟ اولا الشركه التانية احنا كنا ضن وخلصنا الدعايه، انا سحبت نفسي وطلعت منها خلاص كده. تمام، لان انا اصلا من الاول كنت شاكك فيها. الشركه تمام. التانية احنا ما كناش لسه عملنا الدعايه. اه. ده كان يعني يعني كنت ده ما عملت له قبل فيديو وهعمل له تاني. مم. تمام، خلاص بقى ما انا كنت بحلل عشان اطلع الفيديو ده. ايوه ايوه ايوه. فما لقيت الموضوع كده بعتها له وقلت له انا مش هنزل حاجه، التحاليل معاك، شوف مصنعك، شوف دنيتك. راجع امورك. وبالفعل المفروض ان هو بعدها بشهرين 3 راح يحسن الدنيا وبتاع ورجع لي تاني. القصه اللي كل الناس عرفتها على تيك توك. وبعت لي تاني، وبعد كده قررت ان انا خدت العلبه برضو استخدام شخصي وخدتها مم. وبعتها حللتها، لقيت نفس الكلام، حطيت لساني في بقي وسكت. ده بقى اللي انا عملته مع الشركه الاولانيه. مم. نفس الكلام، خلاص انا خلصت شغلي معاك خلاص. فابعد عنك وانا وتبعد نبهتك عني وانا وقفت. نبهتك. نريح احنا الاثنين، شيل من ده من ده، خلاص احنا الاثنين كده ايه. ورحت هات لساني في بقي، كلمني هتعمل ده، قلت له لا. مم. خلصت. ايوه. فاهمني؟ فهنا انا ريحت دماغي. خليني اقول لك على حاجه يمكن محدش يعرفها برضو في القصه دي، اتحكت لي من حد تاني يعني. هو بعد كده كلمني في الاخر وطلب ان انا احلل تاني. ساعتها انا حطيت شرط عريض كده، هحلل تاني لو النتائج طلعت وحشه انا هنزلها. دون قال لي يلا بينا. اكيد، قال لي اكيد. تمام. دي المره الثالثه. اه والمره الثالثه انا حللت منها عينتين من علبتين. خلاص مالكش دعوه انا هشتري منين. قال لي ماشي. طول المرتين اللي فاتوا انا حللت علبتين انت اللي بعتهم لي، المره دي مالكش دعوه انا هجيب منين. اوكي تمام تمام. حتى هو اللي شال تمن تكلفه العينات والتحاليل. تمام. بعت اشتريت العينات، وبعتهم المعمل. اقسم بالله بقيت العينات دي معايا لغايه دلوقتي. وبعتهم المعمل، واثناء ما النتائج لسه ما طلعتش عرفت ان في ستور من ستورز المكملات اللي موجوده قال له نصا كده انا هاخد العلبه منك جمله ب 900 جنيه. هو اللي بيحط التكلفه. تمام. مم. مش هينفع تزيد عن كده. احنا كيلو الكونسنتريت دلوقتي واي بروتين ماده خام بس كده انت هتجيبها 1150. يعني كسر ال1000 جنيه بحبه حلوين يعني. قال له انا هاخد منك العلبه ب 900 جنيه. فطبعا لازم صاحب تطلعها من الشركه عايز الشركه. يكسب، طبيعي. راح للمصنع قال المصنع له عايز العلبه يكسب. ما تتكلفش غير 700 جنيه عشان يكسب له 200 جنيه في العلبه. والمصنع عايز يكسب. مم. راح المصنع مكلف العلبه عملها ب 500 جنيه عشان يطلع له هو كمان 200 جنيه في العلبه. طلع علبه وخامات ومش عارف ايه وغطا وتخزين ايوه ايوه. والعماله والليبل ومش عارف ايه. هتطلع لك كام؟ 150 جنيه 200 جنيه تلاقي الماده الخام ب 300 جنيه. انت لو حاطط لبن نيدو هيبقى اغلى من كده. اه. فاهم؟ اه. فالعينات طلعت في الاخر خالص ب 42%. في معمل من المعملين كان هو اللي طلبه بشكل شخصي، مع ان المعمل ده غير معتمد، بس انا وديت العينه فيه وطلع ب 52%.
والمفروض نيتريشن فاكت اللي على العلبه ب 81%، فاصبح بالنسبه لي اكس. اكس كبير. مم. ومن هنا بدات رحت منزل بقى كل حاجه خلاص. ومن هنا بدأت رحلتك في التحليل بشكل عام، ان انت بقيت تشتغل بشكل مكثف في من هنا بقت الناس شايفه ان انا بحلل، اه مع ان انا اصلا من زمان وانا بحلل بس مم. لنفسي. اول مرة تظهر على العلن بص يا عبد الموضوع. الرحمن، اما حللت في الاول خالص زمان بقيت واخد الموضوع نهج. يعني انا اما حللت له هو من فتره طويله، اول مره خالص، وحللت الثلاث اربع شركات دول، كان لسبب مهم جدا. انا كنت شاكك في شركه وعملت لها دعايه بناء على توجيه حد او بناء على راي حد ان هو كان شايف ان الشركه كويسه. تمام. ودي كانت غلطه مني كبيره جدا، ان انا وثقت يعني في راي حد من غير ما انا اشوف بعيني مم. او من غير ما نحط دليل. فحبيت تمام. يعني انت يعني حبيت اتقي الله او ببساطه. تعوض. باشا انا عايز اتقي حسيت الله، عايز اما اقف قدام ربنا اقول له انا معايا صح حجه يا رب، انا حللت والله والنتيجه طلعت تمام، فبناء عليها انا اتعاملت. صح. انما معلش اما ربنا يقول لي انت عملت ده بناء على ايه؟ سؤال بسيط جدا. اه اصل المنتج مشهور بس الناس كلها بتستخدمه، ده كتير بيشكروا فيه، ده كل مش ده كلام كلام ملوش اي عقلاني، لازمة. صح. مش كلام وانت منطقي. اسمك الناس بتشتري عشان اسم. وخلينا نقول حاجه بس للناس، عشان في سؤال بيجي لي كتير قوي قوي قوي: هو انت ليه بتدفع فلوس التحاليل دي؟ بتدفع منين؟ وانت اكيد كده انت موجه من حد. اه فاهمني؟ فعلا في ناس بتفكر كده. طيب يعني انا عرفت خلاص انا شغال ايه، الحمد لله، دخلي منين، فضل من ربنا عليا. مفيش تحليل بعمله ما بدفعش الشركه ثمنه. التحليل ب 500 جنيه. مش فلوس. مش فاهمني؟ مستاهل فالموضوع مش مستاهل. بس وعايز اقول حاجه كمان، انا ما يمكن ما عنديش الفولورز كتير قوي، بس انا رقمي في الدعايه عالي قوي، وانا عارف ده. مم. بطلب رقم كبير جدا. ليه؟ لان انا جزء من الرقم ده بكون حاطط تمن العينه والتحليل، صح. كمان الناس اللي هتروح تاخد ايوه العينه ايوه. وهتروح تحلل، المندوب اللي هيروح بيها. فاهمني؟ مم. فعشان كده بحط رقم بادجت كبير. فاهم؟ فالموضوع مش مستاهل، بس بالنسبه لي مستاهل. الموضوع مش مستاهل انك تسالني السؤال ده. طب اكيد بقى حد هو اللي دعمك بالرقم ده، بس من ناحيه تانية هو مستاهل بالنسبه لي ان انا هتسال عليه قدام ربنا. ده الفيصل فعلا. ده اللي بالظبط. يخلي اي حد ان هو يعني يفكر ويحلل ويتحرى لاي منتج هيتكلم عنه، خاصة لو ليه كلمة في السوق ده. طيب احنا كده هننتقل للفقرة التانية. يلا بينا. الفقرة دي حقيقة ولا خرافة؟ انا هقول لك الجملة ببساطة شديدة، انت تقول حقيقة ولا خرافة. اوكي. لو حابب تضيف تعليق في دقيقة او في سطر واحد تمام، مش حابب ماشي. برضو ممكن تكتفي بالإجابة مختصرة. ماشي. تمام. طيب السؤال الأول أو الجملة الأولى: الأمينو من أقدم وأقوى المكملات وأهمها، حقيقة ولا خرافة؟ خرافه. حابب تحط أي تعقيب؟ لا خلينا نقسم بس الاجابه معلش. في هو معاك سطر واحد. ماشي بس هو من ادم المكملات تمام. انما هل هو مهم؟ لا. تمام. البروتين لوحده كفاية ومش محتاج مكملات تانية. ولا البروتين. معقولة؟ خليني اقول لك على حاجه، انت هتعمل عضلات من غير مكملات مم. هل الكرياتين رقم واحد في المكملات بالنسبه لي؟ لا. أي كرياتين يعمل نفس النتيجة طالما مكتوب عليه كرياتين. لا طبعا، يعني ايه اي كرياتين يعمل نفس النتيجه مكتوب عليها اي كرياتين؟ بنشوف في السوق أنواع كتير كرياتين، والناس في مقولة كده مشهورة يقول لك إيه، كل واحد. دي مكتوب عليها عبد الرحمن صح؟ مظبوط. ممكن اكتب تحتها كلمه كرياتين وتبقى عبد الرحمن كرياتين، هل هيعمل نفس والله النتيجه؟ فكرة حلوة. يبقى اللي جوه قهوه. تقول يا اخي لا تمام. طبعا، كرياتين مش كل واحد. الكلمه السعر. دي كلمه عبثيه جدا. وهتلاقي دي الكلمة دي منتشرة جدا. الكلمه دي عبثيه جدا، ومن اكبر يعني اكتر الكلمات اللي موجوده في السوق عبثيه. مم. بص، المصنع نفسه في الصين ممكن يعمل لك الكواليتي اللي انت عايزه. ايه رايك؟ انت عايزه بكام؟ من الاخر، عايزه $1 هعمله لك $1، كيلو $1 هعمله لك $1، عايزه ب3 هعمله لك ب3، اعلى حاجه عندي مش عارف ب4. انت واللي انت عايزه. أيوة. عشان كده انا لما بختار فعلا بختار الكيريا بيور لسبب واحد بس، سبب واحد مهم جدا: وان كواليتي. هو بيطلع برودكت واحد بكواليتي واحده بس. جايين للسؤال ده. ماشي ما يلا انت بينا. مصر برضه انا تحرق كل اسف، اسئلتي على فكره. تقريبا حاسس ان انا عرفت طيب السعر العالي دليل على الجوده. لا خالص، ده اللي كنا ملهاش بنتكلم علاقة. فيه من لا شويه. لا ملوش اي علاقه. المنتجات المستورده لازم تكون احسن من المصريه. مستحيل، يا نهار اسود. بص انا في فيديو مصوره لسه ما نزلتوش عن السؤال ده بالظبط. هل المكملات المستورده احسن من المصريه؟ يا ابني ده في فضايح لشركات مستورده.
في فضايح لشركات مستورده. عقدة الخواجة. لا ده عقدة ده الخواجة. مصيبه. ده طب اقول لك على حاجه. في شركه من الشركات مش فاكر اسمها والله، بس انا فاكر ان انا مصور الفيديو هنزله. كانت بتتكلم على الناس كانت بتاخد الواي بروتين بتاعهم تعمل عضلات بسرعه جدا خرافيه، لدرجه ان ما تقولش حاطين فيه قالت سترويد ولا ايه؟ الناس قالت ان ده اول واي بروتين حقيقي احنا ناخده. مم. بعد فتره في مؤسسه كده من المؤسسات اللي هي بتكون مش تابعه لحد، مم. تمام، خدوا كذا نوع من السوق وحللوه، لقوا فيه مطحون في الباودر بتاعه ايوه. حاجات زي الدينابول كده، ده اللي كنت متوقعه بالفعل. حبوب زي مم. الدينابول، مم. والناس بتاخدها اورال عادي خالص. فطبيعي هو هتظهر بيزيد عليك نتيجة، عضلات يا تبقى باشا، وحش، هتبقى وحش في شهر. بيزيد عضلات يا باشا والدنيا تمام. وهترفع اوزان اتقل والدنيا تظبط معاه. وعلى فكرة عشان بس ما نتكلمش عن مستورد بس، في شركات هنا في مصر بس مش في الواي بروتين، مش في السبلمنت بتاعتنا، في منتجات سارمز كانت بتتباع الفترة اللي فاتت هنا في مصر تحت مسمى الام كي ومشتقاته، كيس اللي كان بيتباع ايوه دوت ايوه ايوه. الاخضر في ابيض وبتاع، وانا عملت عنه فيديوهات كتيرة وفي بيفات كانت بيني وبين الناس عليه، تمام، الحمد لله ركبوا مسرح يعني. آه كانوا حاطين جواه دينابول، كان اورال تيست، ما ده كانش تحليل جواه ده؟ سارمز. انت باشا حللت باشا مش محتاج تحليل، ببساطة جدا الام كي مجرد محفز للجي اتش. الجي اتش؟ مظبوط. سيبك بقى من محفز للجي اتش، حلو كده، سيبك من تحفيز الجي اتش، خدت جي اتش. ممكن ما يظهرش عليك النتائج ما يعني. فيش اصلا اه جي اه. اتش لوحده ما بيزودش ده عضلات، حقيقة. ما يزودش. فما بالك بالمحفز. فتخيل بقى واحد خد ام كي بعدها بشهر زاد له بتاع 3 4 كيلو يعني ده عضل. استنتاج، صح كده؟ طبيعي، موضوع واضح جدا. غير مم. كمان ان الشركه اللي كانوا بيبيعوا منها دي اصلا ما كانتش بتنزل منتج مصر. ايوه. معقولة؟ الشركه ما كانتش بتنزل المنتج مصر اصلا. طيب نخش على السؤال اللي بعديه. لو المكمل مغشوش هيبان فورا على الجسم. لو المكمل ايه مغشوش هيبان ازاي؟ هيبان تأثير الضرر بتاعه على الجسم. لا ازاي؟ افرض هو مثلا انا معايا بروتين وحاطط لك مادة مش مضرة حاطط لك كرب، بس. خالط لك بروتين بكرب. ده سؤال ناس كتير بتسأله، يقول لك يا انا باشا انا لو خدت مكمل مضروب. لا ده مش مضروب، اصل ما ضرنيش. ما انا هقول لك على بيحط حاجه. الضرر من كمقياس. الشركات اللي حللتها وطلعت قلت عليها مثلا، بدل ما يكون فيها مثلا نسبتها 70 80% بروتين طلعت 40%، انت كده هتتضار. لا، بدل ما كنت بتاخد 25 جرام بروتين في السكوب بقوا 12 والباقي ولا بقوا كربوهيدرات. 10. فاهمني؟ فهل كده انت هتتاثر الاثر الكبير؟ لا خالص ولا اي حاجه. فاهم. طيب السؤال اللي بعديه، في مكملات ملهاش اي لازمة بس بتتباع بسبب التسويق، الكلام ده حقيقة ولا خرافة؟ مكملات ملهاش اي لازمه بتتباع بسبب التسويق. في مكملات انا ما بفضلهاش بشكل شخصي خالص يعني، مم. وبتتباع بسبب التسويق ممكن. بس انا شايف ان الوعي عند العميل زاد وبقى عارف ان هو يحط فلوسه فين بالظبط يعني. انا بالنسبه لي منتجات الاي دبليو اي والبي سي دبليو اي والحاجات دي والامينو والحاجات دي انا شايف ان هي ملهاش عايزين لازمه. نلتزم بالسطر يا كابتن احمد، توضيح بسطر. السطر بتاعي طويل شويه. طيب مفيش فرق يذكر بين الكرياتين الصيني والالماني؟ ما انا لسه قايل لك ده اللي طبعا في، طبعا في، في النتيجة. طبعا في. انت ضمنت منين ان الكرياتين الصيني اللي معاك لو دوت افترضنا ده ان الهاي الصيني ده كواليتي مضمون، بتاعه؟ يعني لو افترضنا ان الصيني ده ضمنت منين بقى؟ شركة مثلا معروف ان هي بتحط حاجة جميل. لا اعلى لو حاجة، هو كويس لا هيدوك نفس النتيجه هيدوك طبعا. نفس لو النتيجة. هو افضل فيرجن في الكرياتين الصيني او على اعلى بالظبط، ده كواليتي اللي لا بنتكلم فيه. هيديك نفس النتيجه. تمام، ده اللي بقى بسألك عليه بالتحديد، لان ناس كتير برضو تسأل عن لا النقطة دي. لو هيكون لو انت ضامن ان ده احسن حاجه هيديك نفس النتيجه، بس تفضل ضامن ان ده احسن حاجه. خلي بالك انت دايما لما بتتكلم عن الكرياتين الصيني لازم تروح ناحيه هل هو احسن حاجه. مم. عمرك ما بتقولها على الالماني لان هو زي ما قلت لك صح صح، كواليتي الالماني واحده. جودة واحدة فاهمني؟ هي دي الميزه، ده اللي مم. بيخليني دايما اروح الناحيه التانيه. ايوه. انما الصيني هو اللي فعلا على قد فلوسك هنديك الجودة اللي انت عايزها، دي مشكلة. والله ما بتتحسب كده برضه مم. للاسف. مم. في شركات كتير ممكن تجيب حاجه مش الواو وتبيعها لك بارقام. فتحس برضو بسبب السعر ان هي هاي كواليتي. بالظبط. طب ما تيجي كده نعلي الليفل واعمل لك تحدي ونشوف خبرتك دي بقى على ارض الواقع. انا اجيب لك معايا 3 عينات، واحده منهم كرياتين، واحده منهم مكمل تاني، والتالتة مش مكمل اصلا.
ال3 عينات قدامك هتفضيهم، مش مسموح لك تدوق حاجه كمان هنصعب لك التحدي لاقصى درجه. لو خلاص غلبت معاك خالص هخليك تدوق، مش مشكله. طبعا عندي شويه اسئله. اتفضل. اصلا يعني هو مفيش حاجه اسمها كده. احنا بنقول الشكل المبدئي يا جماعه بس للكرياتين، لكن مفيش حاجه اسمها تحليل كرياتين بمجرد الميه والكلام من ده. طيب شكل مبدئي. المنتجين التاني سبلمنت برضو؟ واحد منهم سبلمنت والتاني بره السبلمنت خالص، من المطبخ. من المطبخ. اوكي ماشي. يلا توكل على الله، ابتدي. طب الكرياتين اللي فيهم صيني ولا ما اعرفش، انت كريابيور؟ بعد ما هتطلعه هتقول هو صيني ولا الماني. انت قول لي كمان. ده انت كنده يا باشا. لا ده انا كده المفروض ابقى ازرق ساحر. وجاي من جن علاء الدين. ما تدققش بقى. بابا ايه ده اغمى عيني كمان. لا براحتك، خد راحتك. طب اشم؟ لا. هم ليه؟ طب ولا دو ولا شم؟ هنخليها في طب المس؟ طب نخليها في الاخر. طب المس يعني بس حط توكل على الله. انت مش عايز نلمس كمان؟ في ايه؟ طب طيب المس، مش يلا مش مشكله. فاكر عشان وقت الحلقه، يلا. يا ابني ما تستعجلنيش. انا بس هحتاج منديل منكم. ماشي. ممكن احسب حاجه على تليفوني؟ احسب براحتك، خد راحتك خالص، دي ما اقدرش ان انا اتكلم فيها. الحمد لله. ماشي. الحمد لله والله. عشان بس ايه يبقى التحدي عادل يا جماعه. اوكي. ممكن ترفعوا كده للكاميرا توريهم كده شكل استنى. تمام. ايه رايك فيه؟ استنى طيب انت مستعجل. البتاع الاسود اللي جوه ده كرياتين كريابيور. ده دقيق. يا رب اكون صح. هزعل قوي عشان انا بتكلم بس. ايه ده سكر مطحون ده؟ المفروض التاني مكمل برضو. تاني مكمل 3 خام صح؟ على فكره انا سهلتها لك جدا اهو، 3 خام. انت ولا عايزنا ادوق ولا عايزنا طب ادوق طيب. لو دوت خلاص كده يعني. حيرني ده. طب انا كنت صح في حاجه؟ افرحك، الاثنين الاولين صح. الحمد لله والله. يعني كيريا بيور، كرياتين وكيريا بيور كمان. والله العظيم يا ابني انا. ما شاء الله. ايه ده سترولين ده؟ كلام اكيد، كلام نهائي. استنى. البيتا الانين اتقل من كده. ده سترولين. احب اطمنك واقول لك اجاباتك ال3 صحيحه. والله العظيم. ما شاء الله. اقسم بالله انا جامد. لا حقيقه، لا عاش، ال3 صح. كيريا بيور كرياتين، مش كرياتين صيني كمان. دقيق
يعني برضه طلعت الدي، شكلك بتقف في المطبخ كتير. والتالتة سيترولين مظبوط. يعني التالت سترولين التالت فعلا. سيترولين مظبوط. طيب خلينا بقى نفيد بقى الناس في الحتة دي بقى. ازاي قدرت تميز شكل الكرياتين؟ خلينا نتكلم في الكرياتين، ماشي. يعني الشكل المبدئي كده. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ان انا اعرف الكرياتين ده اصلا ولا مضروب من خلال الميه والكلام ده، بس في حاجات مبدئيه، مؤشرات كابتن احمد هيقول لنا عليها. هو المشكله ان انا بقالي افريج 3 سنين او اكتر باخد كرياتين كريابيور، فالى حد ما انا بقيت عارف شكله اصلا. يعني انا اول ما مسكت السكوب انا عرفت ان ده كرياتين كريابيور، بس كنت بتاكد. تمام. فاهمني؟ عشان كده حسبت التايم بتاعه، لان انا عارف هو معدلات رسوبه قد ايه، بيترسب في قد ايه. تمام. حوالي قد ايه؟ ما بيكملش الدقيقه، 40 ثانيه تقريبا، حاجه كده. تمام. فعشان كده انا عارف شويه الكرياتين كريابيور، بس هل ده ريفرنس؟ لا. ليه؟ في مواد تانية بتتضرب شبه الكرياتين الكريابيور كتير قوي، زي البيكربونات صوديوم مثلا، هي شبهها بالظبط ونفس فعلا، نفس معدل القوام، الترسب وما بيدوبش بالكامل. احنا بنتكلم على الشكل. انت عندك حاجه تانية رخيصه جدا، ماده رخيصه جدا والناس ما تعرفهاش، هي ساترات البوتاسيوم. تمام. بنفس الفكره، مدة الترسيب وشكل القوام. للاسف ما بتدوبش بالكامل، نفس الكلام. هو يمكن عشان انت بس قلت لي ان ده كرياتين، يعني انت لو قلت لي لا ولا واحد فيهم كرياتين انا ما كنتش اعرف اعمل حاجه. فاهمني؟ انما انا يمكن عشان فانا عارف الفرق بين الكرياتين الصيني والالماني، عشان انا باخد كريابيور اغلب الوقت او بشوف الخامات اغلب الوقت، فعرفت ان ده كريابيور اصلا من الملمس بتاعه. لان الصيني انعم شويتين. بالظبط. الكريابيور بيبقى اخشن شويه، اكبر من الكرياتين الصيني، معدل ترسيبه اسرع. بالظبط. انما دي انا واقف في المطبخ فعلا، فطبيعي. تمام. طيب عايزين برضو نعرفهم ايه اول حاجه خلتك تشك في الحاجات التانية انها مش كرياتين. يعني مثلا الدقيق. لا ليه قلت دقيق؟ انا اول ما مسكته، بص، انا قلت انت هتجيب حاجه من 3، يا دقيق يا نشا يا سكر. لا والله، قلت يا دقيق يا سكر يا ملح. تمام. عشان السكر لما بيطحن نفس الكلام بيبقى قريب من شبه الكرياتين الصيني شويه. مظبوط. والملح برضو لو الطحن سيكا ممكن يبقى عامل زي الكريابيور. نفس الكلام. مظبوط. بس الاتنين بيدوبوا. مظبوط. فده ما دبش. ده اول ما مسكته، ده دقيق. عارف. طب السيترولين ده اللي احترت فيه شويتين. ده اللي انا من بعيد حسيت ان هو بيتا، بس البيتا حبيباتها كبيره أخشن شويه، وحبيباتها كل حبه لوحدها كده ماسكه نفسها. صح. فعشان كده اما ده بالنسبه لي لا خلاص دي سيترولين. طبعا بننوه تاني ان دي يعني مش هي الريفرنس زي ما كابتن كندو قال. والله يا جماعه ما كنت اعرف ولا واحده فيهم. اقسم بالله ما كان قايل لي وما كان راضي يقول لي حاجه. حاجه. مبسوط لك على فكره ان انت نجحت في الاختبار. لا والله فضل من ربنا. يعني مش متوقع انت هتجيب ال3 بس عادي من عند ربنا. الحمد لله. طيب يلا بقى ندخل على الفقره الرابعه، حكايه كندو. ماشي. تمام. اقول لك على الحاجه وانت بقى قول في موقف واجهك فعلا كده ولا لا. اوكي. خلينا نبتدي كده. اغرب تحليل عملته المنتج بدون ذكر اسماء شركات. مش هذكر اسماء شركات، بس هذكر اللي عمل لها دعايه. تمام. من فتره قريبه الشاذلي طلع عمل دعايه لشركه كان بيبيع علبه البروتين وعلبه كرياتين وشيكر وشنطه وشداد ب1000 جنيه. ايوه. حلو. مش عارف كانت ازاي يعني. فحللتها لقيت النسبه 1%. بسم الله ما شاء الله. طب ما حلو ده. اغرب حاجه، اغرب نسبه كنت عملتها بصراحه. غريبه جدا فعلا. اغرب نسبه عملتها. موقف اتهاجمت فيه بسبب كلمه حق. اعتقد ده كل يوم. كل يوم ما بيخلص. كل يوم يا ابني. بعدين عايز اقول لك على حاجه. الكوميونيتيز بتختلف، كل ابلكيشن مختلف عن التاني. يعني انا لو صنفت الناس، فانا عايز اقول لك مثلا الفيديو ممكن يعجب الناس في التيك توك، الناس تبقى نص نص في الانستجرام، في الفيسبوك بتشتم بلوم عادي خالص. عادي جدا. او العكس. الاودينس مختلفين خالص. طيب شركه حاولت تضغط عليك او تسكتك، تحصل دي اعتقد. ده كتير لغايه دلوقتي برضه بيحصل عادي. انا لسه قايل لك في جيم من الجيمات عندي حاولوا ان هم يضروني فيه. انا في الجيم اللي انا قاعد فيه على طول جوه مؤسسه عسكريه. فالحمد لله ما حدش بيعرف يعمل لي حاجه، لان انا علاقتي بالناس هناك كويس وانا بقى لي زمن فيه. انما في جيم من الجيمات التانية اتضر. يعني المبدا ذات نفسه موجود طبعا. شركات بتحاول تضرك لان انت ضرتها، بس ضرتها مش ضرتها عشان حاجه. لا عشان لمجرد ان انت طلعت قلت كلمه حق مثلا. بص انا عايز اقول لك على حاجه في النقطه دي. انا فضل من ربنا ما بخافش. الحمد لله الحمد لله. يعني والدي رباني على ده. انا من وانا صغير انا ما بخافش من حاجه، واللي هيعرف يضرني يعني هيبقى من عند ربنا مش مني. صح. حلو. وانا دايما
اللي بيتكلم ما بيعملش. مم. يعني انا بالنسبه لي انت بتقول، واغلبيه اللي بيبعت لك تهديدات ده بيبعتها من اكونتات فيك، مم. فانت اللي خايف مش انا. ايوه، هو فاهمني؟ لو جريء فعلا انا لا. دايما شخص صدامي، فانا في وشك كلمني وش في وش. فاهمني؟ فتلاقي دايما بيبعت لك من اكونتات فيك شتيمه، يبعت لك ان احنا هنعمل، ان احنا هنسوي ده، احنا جايين لك. الكلام ده بيحصل بقاله سنتين. ياه. الحمد طب لله مفيش حاجه طب حصلت يعني. الحمد الحمد لله، لله. ربنا يحفظك. شركة اللي احنا قلناه منتج كنت فاكره جامد واتصدمت فيه، آه، المنتجين اللي قلت لك عليهم في الاول، دول اكتر حاجات صدمتك. اكتر حاجات صدمتني، دي كلمه قليله يعني. طيب رأي كنت مقتنع بيه زمان وغيرته دلوقتي في اي رأيي حاجة، مش مهم في السبلمنت. انا في الغالب في حاجات كتير قوي بالذات في التدريب وفي التغذيه بتتغير بشكل متكرر. ليه؟ وانا شايفها ميزه مش عيب. انا شايف ان موضوع التغيير دوت تطور. صح. طبيعي جدا ان انا اغير رايي، طبيعي ان انا ما افضلش متمسك برايي، لان انا لو تمسكت برايي مش هتطور نهائي. وكمان انا شخص فليكسبل شويه، فقابل ان انا اتعلم. ايه المشكله ان انا اتعلم؟ مش دايما هكون صح، انا بني ادم في الاول وفي صح، الاخر. اتعلمت اكتر فغيرت رأيي. ففي اراء كتير قوي بالذات في التدريب والتغذيه، كتير جدا. م. هنا في المكملات مش حاسس فيش بصراحه فيش. حتى الان. في مرة قلت للناس ده صح وبعدها اكتشفت ان هو غلط. اه طبعا طبعا طبعا، زي ما قلت لك انا بني ادم، م. فانا اخطئ اكتر ما اصيب يعني. م. تطلع تقول آه رأيك في مكمل وبعد كده تكتشف ان نفس الكلام اللي انا قلته لك يعني م. للاسف. طيب في فيديو نزلته وندمت عليه؟ نفس الفكره. فيديوهات الدعايه اللي عملتها لشركات ما الشركات ما كانتش كويسه في تستاهلش. الاول خالص. انما تعالى نتكلم مثلا في اخر فترات، هل في فيديو انا عملته ندمت عليه؟ لا، كنت شلته. م. كنت شلته زي ما انا شلت الفيديوهات التانية. في اخر فتره دي لا، ما اظنش ان انا في حاجه عملتها ندمت عليها. يمكن خدت شويه خبره او اتعلمت من اللي فات، عن الأول. فبدات اتحرى الدقه اكتر من الاول. أيوة طب كويس. طيب في رأيك مين أخطر؟ الشركة الغشاشة ولا الانفلونسر اللي مش فاهم؟ الانفلونسر مش فاهم بيطلع يعني يروج عشان فلوس بس، أعتقد ده يكون المؤشر الوحيد بتاعه. الموضوع الشركه مش هتنجح من غيره. بالظبط. فانا شايف ان كلمتك، بص، اللي بيغش هو عارف انه بيغش. مم. فانا دايما شايف ان الغباء اخطر. الغباء اخطر. أخطر. فانت لو انا مثلا انفلونسر بروج لشركه وانا اسف انا غبي، مش عارف غبي أو اتحرى عديم الدقه. ضمير، يعني مش شرط غبي بس، ممكن عديم ضمير عادي. ممكن، بس انت قلت لي لو هو مش عارف الشركه. مش فاهم في الشغل. مثلا على فكرة بنشوف ده كتير في مجال المكملات، يجيب لك في كل المجالات والله حد يا عبد الرحمن. مدرب مخضرم او لاعب مخضرم، بس هو معلوماته في السبلمنت مش احسن حاجه او مش في السوق والله يا اخي، بكل اسمه. يعني احنا برضو بنتعرض للموضوع ده كتير. اما تيجي مثلا تتكلم على حد بيتكلم على سبلمنت، يقول لك انت مين؟ انت اصلا تتكلم عليه ازاي؟ انت صح عارف صح. ده مين؟ مين يا ده حبيبي؟ ما هو حقيقي. بني ادم زي ايوه. زيه، بيخطئ وبيصيب عادي جدا. فبعدين يعني انا مع حاجه مهمه قوي، يعني دي كلمه للناس، يعني اما تكون بيتقال قدامك رايين، اسمع للرايين وامشي ورا الاتنين، شوف مين فيهم بيوصلك للطريق الصح. مظبوط. قد يكون كندو هو اللي صح، قد يكون الشخص التاني هو اللي صح. العبره بالنتيجه. بس ما يعني ما تقدسش رأي حد معين ولا حتى مم. أنا. مم. واعرف أنت بتسمع لمين. صح. بس جميل. طيب لو معاك 3 مكملات بس تستخدمهم طول حياتك، ها تختار ايه وليه؟ أه حلو السؤال. ماشي. فيتامين د رقم واحد. معقوله؟ اه اعتقد عشان انت بتسهر. لا ملهاش علاقة. 90% من الشعب المصري عنده نقص في فيتامين د. تمام. في ناس واخدة معلومة غلط إن الشمس بتديك فيتامين د. هي الشمس مش مظبوط. بتديك فيتامين د. بتسهل هي التخليق. حرارة الشمس بالظبط كده. تمام. فأنا شايف إن فيتامين د 90% من الشعب المصري محتاجه. المكمل التاني مغنيسيوم. خرجت عن المتوقع خالص، ماشي. مغنيسيوم من أهم المكملات، من أهم السبلمنت، ومش دايما بتعرف تجيبه من الأكل. تمام. يعني أنا باخد تقريبا من ربع لتلت احتياجي من الأكل، والباقي كله بيكون سبلمنت. طب ما نفيد الناس ونقول لهم أهمية المغنيسيوم سريعا لا، دي ممكن أعمل لها فيديو لوحدها، ده كبير أوي، مش حاجة واحدة. بشكل عام. أنا عايز أقول لك إن المغنيسيوم أنواع كتيرة وكل نوع ممكن يديك فايدة. مم. فاهمني؟
اللي بيحسن الهضم واللي بيحسن الشد العضلي واللي بيحسن كواليتي النوم، حاجات كتير. تمام. تمام. مكمل تالت هو بالنسبة لكندو مش اه بالنسبة للناس. تمام. اوكي، بالنسبة لكندو مش بالنسبة للناس، وهقول ليه. اي ممكن الأوميجا، اوميجا أوميجا 3. 3. لأن أنا من السويس بس ما باكلش سمك غريبة دي خالص يعني، تسويس ما معقولة. باكلش سمك نهائي، تمام. فأنا ما بدخلش أي حاجة من الأوميجا، فالأوميجا ممكن يكون أفضلهم بالنسبة لي. بصراحة انت خرجت عن خرجت بره المألوف المألوف خالص صح؟ في السؤال امم طيب الفقرة الخامسة، كندو والسوشيال ميديا. هل شايف السوشيال ميديا أثرت على وعي المستهلك؟ طبعا طبعا، في بالسلب وفي بالإيجاب، أنت اللي بتحدد ده. امم فاهمني؟ أنت اه اللي بتحدد هتسمع لمين وبتسمح لمين هيأثر عليك. السوشيال ميديا في حياتنا عموما أثرت علينا كلنا، بس أنت اللي بتحدد بقى أنت هتتأثر بالإيجاب ولا بالسلب. انت بتتابع مين بمعنى أصح؟ مظبوط. طيب هل الترند ممكن يكون خطر في عالم المكملات؟ ازاي؟ انا هسيبك تقول رأيك، بس فعلا من فترة في ترند طلع واتكلمت انا عنه، التركيبة اللي بتوقف قلب الحوض. لا هو فاكر على الترند الريد ده؟ بول على مش عارف إيه على وكلها قهوة، كافيين. على 5 أنواع بري ورك اوت. خليني أقول لك على حاجة مهمة أوي. سؤال بسيط جدا، هل في سبلمنت بيموت؟ الاوفر دوز ممكن تموت، او الجرعة الغلط، استخدام غلط. الكافيين امم ده أكتر سبلمنت ممكن يموت. امم لو أنا ككندو هحط رأيي في أكتر سبلمنت ممكن يموت، أوفر دوز الكافيين يموت. امم وده اللي كان فاهمني؟ حاصل في الترند، في الترند ده. الترند كان بشع جدا فنقدر نقول فعلا ان في ترندات خطر في المكملات. جدا 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 ومن هنا جدا. بنوجه نصيحة ان انت ما تمشيش ورا اي ترند. التركيبة دي كانت فعلا ناس كتير كانت بتصورها وتنزلها بعد ما مم. الترند ده ظهر يعني. مم. طيب خلينا نرجع للسؤال اللي بعديه. ازاي المتابع يفرق بين توعية حقيقية وتوعية وراها غرض بيعي مثلا؟ احنا انا ك... كمتابع بتفرج على كندو، ازاي اعرف ان كندو ده مش بيبيع بص يا مثلا؟ صديقي، الموضوع بسيط قوي يا اخي. انا مثلا بعمل اعلانات، 90% من فيديوهاتي العاديه اصلا بقول يا جماعه انا بعمل اعلانات، بس انا ليا رولز معينه عشان اعمل اعلان لشركه زي ما امم قلت لك في الاول. اه بحط حبه قواعد عشان في البدايه ربنا هيسالني على ده، ثانيا انا عايزك تحط الجنيه مكان ما هو هيتحط فعلا، ثالثا المنتج انا كمان اشتريه واستخدمه. فاهمني؟ لو انا مش هعمل حاجه من الثلاثه دول او ما فيش في اعتباري حاجه من الثلاثه دول، لا يبقى انا شخص مش تمام. حلو. فانت هتفرق بين ده ازاي؟ انت عمرك ما هتفرق، او الناس بتعمل اعلانات بصيغه مباشره. انا مش بحب الاعلان بصيغه مباشره جدا، امم بس في ناس بتعمل اعلانات بصيغه مباشره. تمام. بينعكس على حسب مصداقيه الشخص. هل انا بعمل لاي بتبان حد؟ مع الوقت. هل انا بعمل لاي حد؟ لا. هل انا جيت في يوم من الايام ورميت مثلا مثلا ايه الرولز بتاعتي؟ يعني مثلا قلت لك من ضمن الرولز ان الشركه تكون مسجله او بتعبي في مصنع مسجل. هل انت جيت لقيتني مثلا دمرت رول من الاثنين دول لغيتهم؟ ما اعتقدش، انا عن نفسي ما. ما انا بقول انا للمستهلك. لا. لو انت لقيت كندو عمل ده في مره، فتعرف طبعا ان كندو كده بيضر. لو انت لقيت كندو طلع في مره بيقيم لك منتج بناء على تجربته الشخصيه، اعرف ان كندو بيعمل اعلان وبيضرك. مفيش مكمل بيتقيم من تجربه شخصيه نهائي. لو طلعت قلت لك المنتج ده مضروب او المنتج ده سليم من غير ما اثبات. اوضح لك بالعقل وبالمنطق ليه ممكن يكون كده، اعرف ان كندو بيضرك، او كندو مثلا عايز يعمل بزنس على الشركه دي. فاهمني؟ قيس بقى الكلام دوت على اي حد انت بتسمع له، اي حد انت بتسمع له حرفيا. بس طب احنا كده وصلنا للفقرة رقم 7، اسمها نصيحة في دقيقة. هنوجه نصايح. أول حد معانا المستهلك، عايزين نديله نصيحة في دقيقة واحدة. مستهلك مكملات مستهلك مكملات غذائية. ما تستهلكش مكملات غذائية. يعني من غير المكملات انت كده كده هتعمل عضلات. مكملات دي ماده رفاهيه، فما تسترخص. دي نقطه مهمه جدا. مش معنى كده انك تروح تجيب المنتج ابو 2000 جنيه، لا، بس ما تسترخص. ما تروحش تجيب علبه الكرياتين اللي ب 2000 و 3000 جنيه يعني، بس ما تسترخص. ويوم ما ترتب مكملاتك رتبها من اللي انت محتاجه، ما تقوليش انا محتاج ايه، لان ده بيتوقف على حاجات كتير قوي. في الاول وفي الاخر هتعمل عضلات من غير اي مكمل، اي مكمل ايا كان. المكمل هيديك زقه مش اكتر، بيساعدك بنمط 20% مش اكتر.
فما ينفعش تيجي تقول انا ما حسيتش المكمل ده اصلا، لان في جوانب تانية كتير انت بتكون مهملها. جميل. طيب نصيحة للي لسه داخل الجيم، حد لسه بادئ يعني تمرين، بيجينر. بالذات الشباب الصغير كمان، لان ده بيجي لي كتير قوي، اخد ايه عشان اتخن، اخد ايه عشان اخس. ولا تفكر تاخد ايه عشان تتخن، ولا تفكر تاخد ايه عشان تخس. فكر ازاي هتلتزم بجدول تمرين يكون مناسب. اسمع فيديوهات لناس بتتكلم عن التمارين كتير. اتفرج على فيديوهات بتتكلم عن التغذية كتير، الموضوع ده مهم جدا. انا بدايتي كانت كده، ما كنتش لاقي حد يرشدني، واللي خلاني درست تغذية بسبب ان انا كنت مقرف جدا في اكلي. اغلبيه اكل الدايت انا ما باكلوش، ولا تونه ولا جبنه قريش ولا بيض مسلوق ولا شوفان، ما بحبش الكلام ده كله. فاهمني؟ مم. فبدات ادرس، اقرا الاول عشان افهم، بعد كده حبيت الموضوع فبدات ان انا ادرسه. فاهمني؟ كتير قوي كتير قوي دخلوا المجال بالشكل ده. فلو في نصيحه فبجد اسمع اكتر ما تتكلم في المجال ده، وما تهتمش بالمكملات في الاول. يعني نقدر نقول ايه، اتعلم عشان تلاقي تحسين سريع. تلخيص بالظبط النصيحة. بالظبط. طب نصيحة الانفلونسر جديد، خليها شكل عام. وانا انفلونسر يا ابني؟ ما تقولش كده، قول بس. ما تقولش كده. انا شايف ان انت حد محل ثقة واهل النصيحة في الحتة دي. خلينا نتكلمها لاي حد. لا ماشي، حد. لان انا مش شايف نفسي في النقطه اللي انت بتتكلم عليها دي خالص. شايف نفسي شخص عادي انت جدا، متواضع وانا شوية. لا اقسم بالله انا حد عادي جدا، وانا بحب احطني في الحته دي، ما تطلعنيش براها، سيبني في الحته دي. طب قدم نصيحة. أه... حط واجهتك الاساسيه في اي حاجه هتعملها كشغل كبزنس من ورا اي عدد فولور عندك. رقم واحد ربنا بس. خاف على اهل بيتك، خاف على بيتك من الجنيه اللي داخل، تحرى الدقه فيه، اعرف انك هتتسأل عنه جدا بتفاصيله ولوحدك وهتتحاسب عليه. انت عارف انا ليه؟ يعني لو تاخد بالك اتكرر السؤال ده في اكتر من فقرة. امم لان حاليا انا حاسس ان في مشكلة في السوشيال ميديا، ان ظهر ناس كتير جدا دي شغلتهم يو جي سي كرييتور. مش عارف انت سمعت عن الوظيفة دي ولا لا؟ اكيد. بيتبعت لنا برايس ليست يقول لك انا يو جي سي كرييتور. طب انا بعت لك ده، هو لا يعرف جودته ولا عمره اشتراه ولا جرب. جامد جدا وبيحفظ جماعه انا الحراره اشتريت المنتج ده بجد بجد تحفه، بيجي ايه وتغليف ايه، وانا بعت له 2 متكسرين قبليه. اقول لك على حاجه. مره كنت بقلب في ستوري بتاع انفلونسر، كانت بنت مش ولد، تمام؟ فوانا بقلب لقيتها ماسكه سليبر، فبتقول بصوا يا جماعه الخامه عامله ازاي، وفعلا السليبر شكله حلو تمام. ومش عارف ايه، ده ب50 جنيه بس. جامد جدا. عامله منشن للمكان وبتاع، حلو قوي. ويا جماعه ما تروحوش تجيبوا الغالي، بقول لك ب50 جنيه مش عارف ايه، الستوري اللي وراها على طول. اه بص يا جماعه بقى الغالي ثمنه فيه سليبر تاني ب500 جنيه، وده ما فيش ونفس زيه، البنت. وده مش نفس البنت، والستوري بين دي ودي ده اللي دقيقتين. بتكلم فيه بقى، فاهمني؟ ما عندوش مبدأ. فهو كده صباح الفل، انا خدت قد كذا في الاعلان فنزلت الستوري. بالظبط. عشان كده انا جايب حته الانفلونسر دي كتير معانا. طيب جمله واحده تلخص سوق المكملات. هتبقى خطر قوي الجمله دي، قوي بجد. فكر فيها كويس قبل ما تقولها. انا مفكر فيها جدا، بس طب المشكله ان هي هتبقى خطر وهتزعل ناس كتير قوي. قول. سوق المكملات عامل راعي ان انا زي واحد من سوق المكملات. سوق المكملات عامل زي سوق المخدرات بالظبط. الفكره كله ان مم. هو في جزء ليجل، مم. ممكن يكون اخطر من المخدرات كمان، انا معاك. بس الفكره كلها ان هو في جزء قانوني ليجل، فهم بيضربوا وبيشتغلوا، ما بتقدرش تعمل لهم حاجه. ايوه فاهمني؟ ده حقيقي. انما التاني ان ليجل، اه. فليه مستخدمينه القليلين، مش كتير برضه عشان نبقى متفقين. انما الليجل مستخدمينه اكتر. مظبوط. وده في ف... العلن وده في الدرة. فانا اكاد اجزم لك وممكن اقسم لك بالله ان في بتوع مكملات بيكسبوا اكتر من تجار المخدرات. مافيا. ايوه ده حقيقي. طيب حلو قوي كده، ما تكملش حته ما تكملش في النصيحه دي. ندخل على الفقره رقم 8. طب انا عايز اقول حاجه هنا قبل ما نخش. اتفضل. ليه بنتكلم عن المكملات؟ ما احنا ممكن يعني ليه كندو ممكن يرشح حاجه، ما انا ممكن اطلع في الاول وفي الاخر اقول لك بلاش خالص وراح دماغي، تمام، وابعدك عن الجزء دوت واركز لك في الاكل والكلام من ده. انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده شويه. سوق المكملات سوق قائم، شئت ام ابيت هو قائم موجود غصب عني وعنك وعن اي حد. كندو لو بطل بكره في غيره هيطلع، عبد الرحمن لو بطل بكره في غيره هيطلع، الشركه الفلانيه لو قفلت في غيرها هيطلع، مظبوط. اذا كانت مضروبه او سليمه. مظبوط. فهو سوق قائم وهيفضل قائم وهيفضل موجود من قديم الازل وموجود دلوقتي وداخل فيه راسماليه كمان. تمام. في حاجات بتروج ليها وبتتباع وهي اصلا ملهاش اي 30 لازمه، زي ما احنا ما قلنا دي راسماليه. ايوه. تمام.
انا هنا شايف ان دوري اوجه ناحيه الحاجه المهمه كويسه. والحاجه الكويسه، لان هو كده كده قائم. ايوه الشباب كده كده هتشتري، صح. فانت حتى لو قلت له بلاش يا ابني وبتاع ملوش هيشتري. امم. تمام. فخلاص يبقى انا انت شايف ان بتقدر انا رسالتك وبتعمل اللي اوديه عليك. ناحيه الحاجه الكويسه افضل امم. بالنسبه لي من ان انا افضل اقول له بلاش، لانه كده كده هيجيب. اتفق معاك 100%. مم. فقره رقم 8، اسئله الجمهور. دي بقى، بص انا متوقع ان اول سؤال ده هيضحكك جدا، دي حاجه كنت بعتها لك. ماشي. هنجرب ونشوف. واحد اسمه كابتن حماده حلمي. كابتن حماده حلمي بيقول لك ممكن بس سؤال، ليه 5 جرام كرياتين مونوهيدرات موجودين في كيلو لحمه كامل، مع ان احنا بناخد كيميكال 5 جرام في اليوم؟ وهل هو لو مهم للدرجه دي اللي الناس بتتكلم فيها، كان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بنسب اعلى في الاكل؟ ايه ده؟ مش السؤال ده بتاع الراجل اللي انا عملت عليه ايوه. فيديو؟ طب انا مثلا واحد وزني 90 كيلو، فمحتاج مينيموم مثلا عشان التمرين حوالي 140 150 جرام بروتين. اوكي، ولو ضربت في 2 هبقى محتاج 180 جرام بروتين. ليه مش محطوطين في 100 جرام لحمه ولا في 50 جرام فراخ؟ صيغه السؤال غلط. السؤال ده بيهدم المكملات، واعتقد مش بيهدم بيهدم مكملات، بيهدم فكر. فكره المكملات ذات نفسها. عارف انت فكره ليه الاسبوع 7 ايام؟ بالظبط. ليه الشهر 30 يوم؟ ايه ده؟ في ايه؟ طب ما كل الادويه مستخلصه من مواد طبيعيه. طب طب ما ليه بقى ربنا ما خلقش دي بكميه كبيره في الأكل؟ ليه ربنا ما خلانيش اخد فيتامين د من الشمس والقمر؟ ليه مثلا. من الشمس بس هي اللي ممكن تشغله عندي؟ بالظبط. بالظبط. السؤال اصلا يعني غلط. ككونسبت مش مظبوط. حقيقي. فاهمني؟ فما ينفعش اقول لك لا ده كيميكال. ايه ده؟ ما ايه ده؟ مستخلص من حاجه طبيعيه. ما فيش حاجه اسمها ده كيميكال فانا باخده ككيميكال. ما انت بتتعالج ازاي؟ طب ما انت كده لغيت فكره العلاج كله. ما انا بقول لك هتلغي الادويه وتلغي المكملات، هتلغي حاجات خلاص كتير. كده بقى معنى كده ان الادويه بتضرك. بالظبط. صح. معنى كده حاجات كتير قوي بتضرك. طب ما في حاجات بتتحط على الاكل، يعني مثلا انواع الجبن اللي انت بتاكلها، ما هي اصلا بيتحط عليها مواد غذائيه. ايوه. بعدين مين لقان ان الكيلو اللحمه فيه 5 جرام كرياتين؟ دي ده معلومه وهي بشريه. نيه، وانت اسد هتاكلها نيه؟ لا طبعا اما لسه بيستوي هتتكسر. بتقل مثلا، بتنزل 3 جرام ممكن اقل يلا كمان. يلا ما تزعلش. طيب، احمد محمود، طالما كل الكرياتين كويس، ايه الفرق؟ ايه فروقات السعر اللي بتبقى موجوده؟ دي غير نقطه ال3 جرام وال5 جرام. مش كل الكرياتين كويس. ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. مش كل الكرياتين كويس. ايه الفرق بين 3 جرام و5 جرام؟ معلش هقطعك، دي الحته اللي كنت بكلمك فيها، ان بقول لك شائع قوي في مجال المكملات ان الكرياتين كل واحد. شباب اه كتير قوي زي احمد كده مفكرين الكرياتين كل واحد. لا مش كل واحد، وال3 جرام مش زي ال5 جرام في الكرياتين. انا بس يعني بدي مثال انك دايما لو تحت ال70 كيلو تاخد 3 جرام كفايه. انا شايف كده. طيب، جهاد بيسأل ايه اللي ليه اولويه في المكملات للمبتدئ، الجلوتامين ولا السترولين؟ للمبتدئ انا هقول ولا ده ولا ده. لو هختار حاجه من الاثنين ممكن اختار السيترولين، بس بعد ما اكون مكفي اكلي بالكامل، ما عنديش اي نقص في اي فيتامين ولا اي معدن، واخد نسب بروتيني كفايه، واخد كرياتين، ابدا افكر في السيترولين. الا لو عندي مشكله في الجهاز الهضمي، هنا ممكن اقول لك خلاص خد هات جلوتامين. الجلوتامين افضل. لكن بشكل عام ولا السترولين ولا الجلوتامين مناسبين لك كمبتدئ؟ بس انا مش كمان اولويه يعني. اصلا يعني انا مش بحب الجلوتامين بشكل عام، يعني كفايده عضليه وكلام من ده ملوش لازمه. حلو. مم. انما في بعض الدكاتره بيكتبوه اما بيكون في حد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي وعسر هضم وكلام من ده. تمام. طيب احنا كده يا كابتن احمد وصلنا لختام الحلقه. الحمد لله. ليه بس؟ ده انت عدت منورنا. على خير. الحمد لله. تحب تشوف مين معانا في البودكاست اللي جاي من قلب المطبخ؟ تحب تريكومند حد؟ بودكاست اللي جاي في ناس كتير. يعني قول ترشيحات. أه ممكن اصدقاء الناس بتاع التراكتور طبعا. ناس محترمين طبعا، دول لازم يجوا دول الشيخ اكيد. محمد مصطفى ومحمد المأذون ناس كويسه جدا. أه ممكن كابتن رضا رجب، ماكس مصر. ده حاجات تشرفنا طبعا. من الناس العمالقه في المجال، هو ممكن يفيدك كمان في الموضوع اكتر مني. طبعا. ده رقم واحد. مين تاني ممكن يكون في بالي دلوقتي؟ كفايه. اتمنى يكون في كفايه حد مصنع يكلمك عن البروسيس مصنعين. بتاعه التصنيع بالكامل.
شاء الله. إحنا بس بنحاول ناخد توصياتك، وإحنا إن شاء الله كل ضيف بناخد برضه توصيات. يا ابني أنا غلبان توصيات إيه بس. طبعًا بنشكر كابتن كندو على وقته رقم 1 إن هو نورنا وجه من السويس مخصوص ونور القاهرة كلها، وعلى مصداقيته والشفافية اللي اتكلم بيها، وأتمنى ما نكونش زعلنا حد. إحنا كل الغرض من الحلقة إن إحنا نعرفك كمستخدم الصح من الغلط، ونعرفك إزاي تفرق بين المنتج الأصلي والمضروب بكل بساطة. أشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.